ممكن ما تتاخريش، ممكن واقف لوحدي. كتاخير واقف لوحدك ايه؟ قول لي انا استفدت بقيت مؤلف مسرحي وهي استاذ العمل والمسرحيات كانت فرق الدنيا. اعرف انك ممكن تفيدني جدا. اصل نفسي احول نشاط السيرك الى نشاط سيرك ومسرح. عندي عرض فكره هايله كده، عندك مسرحيه تنفع فيها ثقافه وفن ومتعه. انا جاي لك عشان كده. عاوز قول لي تتكلم عن ايه الواد اللي عندك دي؟ عندي مسرحيه لو اتعملت في السيرك كده هتكسر السيرك العظيم بالنمط بالكراسي. سيب النمط والكراسي دلوقتي وقول لي بتتكلم عن ايه المسرحيه اللي عندك؟ بنتكلم عن حياتنا إقبال السنوات المنصرمة. ده انت هتجنن امي. وهي عامله ايه؟ برجع امي. انت ايه كل الزراير ده؟ ايه كل ده؟ إقبال السنوات المنصرمة. بمعنى ايه بقى؟ إقبال السنوات المنصرمة. ايوه انا بقول لك إقبال يا عم. إقبال السنوات المنصرمة. قلنا يا عم إقبال. انت متخلف بقى من الإقبال يعني الصوت. خلاص باللغة العربية مثقف. باللغة العربية مثقف. إقبال يعني أسماء. أسماء ايه اللي حطها في مسرحيات؟ أسماء ايه؟ بلاش أسماء. خلال. ما هي الخلال بتاعت الأسماء؟ البطل بقى يا عم. سيبك من دلوقتي. قول لي. احنا عايزين التعامل الأعمال ده ايه بقى اللي عندك الأعمال تبقى فلوس الجاي تخسر الدنيا؟ حاجة تقرف. مش بسألك عن المضمون بتاعها. ما انا عارف انت ايه حاجة هتكتبها كل حاجة كده. انا بس على اسم الرئيس اسمها ايه؟ هو ده اسمها؟ حاجة تقرف. حاجة تقرف؟ يعني انت عايز تعمل بره اعلان مليون نقول للناس علوموا الينا سنقدم لكم حاجة تقرف. ويا سلام بقى لو على الاعلان ده بقى شوية طين ويتبات. يخرب بيت مخك. دي ما تتقدمش في مسرح. دي تتقدم في معنى الزبالة. ودي فرقة مين اللي تقدمها دي؟ فرقة المعفنين. بس يا معفن يا المعنى اللي فيها مش معنى ولا رمز اسمه واحد جدا. عايزين نتمشي بسوق العام على الرزق اسميها حاجة تفرح. ايه القرف ده؟ انا جايبينها اول قرف يعني. لا ده انت هتفرح بقى من العم. عارفه ما تبقاش تفكر يا عم. ايه؟ مفيش الا بطن ولا حاجة. ماشي. من ايه الرايت؟ اتفضل يا سيدي. بطن الشعر. اتفضل. حاجة تعرف وما يقول لك عندي يوم ويوم بس بص على الصداع على البطل الجميل يمسك بيده بالصومدان ويلبس شكل جلد وياخد بالك جوابه عميل بتاع الرواية يقول له تعرف أول ما تقوم من النوم الصبح هو كان ما تعرفش العربي غير الجملة دي. المعنى يا أستاذ المعنى مفيش معنى ولا معنى ولا ريلة. لازم تسمع الراديو وتسمع الاستاذ عبد الوهاب لانه بيقول كل مصري يوناني. كل مصري يوناني؟ الاستاذ عبد الوهاب من الاغاني الشعريه قال كل مصري يوناني. كل مصري يوناني. انا سامعه يا استاذ عبد الوهاب ابو شيخ حسن عبد الوهاب قال كل مصري يوناني. ايوه انا ما سمعتش. انا اعترض على كده. اعترض ازاي بقى؟ انا بقول ان كل مصري وكل يوناني ويوناني عايزين يزوروا بعض. دي حاجه ثانيه بقى. لكن يبقى عندنا ياخدوا باسبورتاتنا. لازم تشكل باسبورتات. لازم تلعب بقى. بقول كل مصري يوناني. طيب يوناني على ايه؟ يعني يوناني يا استاذ. انت عملت تخلف موسيقي اخدت الاشياء. وبعد عودة بعثتنا الرياضية الخايبة من اولمبياد اتلانتا ذهبوا جميعا الى ضريح السيد البدوي وكانت هجامة على الحكام. في اولمبياد يا متخلف اسمه اولمبياد اتلانتا. اتلانتا اللي كان شغال قريب يا استاذ. اتلانتا اتلانتا فين حته اتلانتا دي؟ بعد اكامل على طول. ايه ده؟ ودي لسه بتعمل دور ميداليه برضه؟ لا بيدور بقى حب مصر عبد العزيز وحلاوه. بس انا متخلف. وموعدنا بعد 4 سنوات في استراليا في اولمبياد سيدني. وكل مش عارف ايه سيدني عمل ايه؟ سيدني مش رايح. انتوا فوق ده مفهوم. عارف بالمعنى اللي في الروايه. معنى بالمعنى فيها جدا. ده بين الصدور يا عم. مفيش بين الصدور. انا عايز ولد جد. عايز فكره جديده جريئه.